في الفيديو ده هقولك اسعار تذاكر المتحف المصري الكبير، وازاي تحجز تذكرة دخول المتحف، وايه الانشطة والخدمات اللي موجودة في المتحف، وازاي تستمتع بيومك هناك. هقولك على كل حاجة بالتفصيل. تابع الفيديو معايا للنهاية. المتحف المصري الكبير نقدر نقول انه هدية مصر للعالم، انجاز يخليك تفتخر انك مصري. اكبر متحف للاثار في العالم، واللي بيضم مقتنيات اثرية لا تقدر بثمن، ومنها بعض المقتنيات اللي هتتعرض لاول مرة. الاول خلينا نرجع بالزمن شوية. هي فكرة المتحف جت منين؟ فكرة المتحف المصري الكبير ابتدت من التسعينات، وأول خطوة في التنفيذ على أرض الواقع كان سنة 2002 لما تم وضع حجر الأساس للمشروع، واللي تم اختيار مكان مميز جدا ليه إنه بيطل على الأهرامات. المتحف اتعمل برعاية منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، واتعمل مسابقة معمارية دولية لاختيار أفضل تصميم للمتحف، واللي فاز فيه التصميم الحالي من شركة معمارية في ايرلندا. سنة 2005 تم البدء في بناء المشروع من تمهيد للموقع وتجهيزه هندسيا، وفي سنة 2006 اتعمل أكبر مركز لترميم الآثار في الشرق الأوسط، واللي تم تخصيصه لترميم وتأهيل القطع الأثرية اللي هتتعرض في المتحف المصري الكبير، واللي تم افتتاحه في 2010. سنة 2021 تم الانتهاء من بناء المتحف المصري الكبير، واللي مساحته أكتر من 300 ألف متر مربع، واللي بيضم عدد من قاعات العرض. القاعة الواحدة منها أكبر من متاحف تانية سواء في مصر أو في العالم. والمتحف المصري الكبير يعتبر من أهم وأعظم الإنجازات في التاريخ الحديث، واللي اتعمل إنه يكون صرح حضاري وثقافي وترفيهي عالمي، ويكون الوجهة الأولى لأي حد مهتم بالتراث المصري القديم كأكبر متحف في العالم عن الحضارة المصرية القديمة. المتحف المصري الكبير بيضم عدد كبير من القطع الأثرية المميزة جدا، زي كنوز الملك توت عنخ آمون، واللي هتتعرض كاملة لأول مرة من وقت ما اكتشفوا المقبرة بتاعته في نوفمبر سنة 1922. وكمان هيتعرض مجموعة الملكة حتب أم الملك خوفو اللي عمل الهرم الأكبر في الجيزة. وكمان هنشوف متحف مراكب الملك خوفو وبعض المقتنيات الأثرية المختلفة من عصر ما قبل الأسرات والعصر اليوناني والروماني. فكرة المتحف مش مجرد انك هتشوف مقتنيات اثرية بشكل تقليدي، لان المتحف اتعمل باحدث تكنولوجيا متطورة جدا، ولما تروح المتحف هتكتشف ده بنفسك. كمان المتحف مش مجرد مكان هتشوف فيه مقتنيات اثريه لا تقدر بثمن، زي ما قلنا هو كمان منطقه ثقافيه وترفيهيه عالميه. منطقه المتحف المصري الكبير هتشوف فيها فعاليات وانشطه ثقافيه زي متحف الطفل، مركز تعليمي، قاعات عرض، مركز مؤتمرات، سينما، وكمان هتلاقي محلات تجاريه وكافتريات ومطاعم وحدائق ومتنزهات. باختصار الهدف من إنشاء المتحف المصري الكبير إنه يعرض المقتنيات الأثرية باستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي والتوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية، وتنظيم معارض الآثار المؤقتة والدائمة في مصر، وتنظيم مؤتمرات وندوات وأنشطة ثقافية وعلمية، وتوعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية، وكمان إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية من خلال صناعة وتسويق وبيع المستنسخات الأثرية. كده اتكلمنا عن فكرة المتحف المصري الكبير جت منين، وإيه الأنشطة والخدمات اللي بتتقدم في المتحف. طب إيه أسعار تذاكر دخول المتحف وإزاي نحجزها؟ الافتتاح إن شاء الله يوم 1 نوفمبر 2025، وده هيبقى افتتاح عالمي مخصص فقط لرؤساء وملوك وزعماء الدول وكبار الشخصيات. ويوم 2 و3 نوفمبر هيكون مخصص لبعض الفئات، أما بالنسبة للجمهور فهيكون متاح من أول يوم 4 نوفمبر. مواعيد العمل بالنسبة لمجمع المتحف كل يوم من 8:30 صباحا لغاية 7 بالليل، وبالنسبة لقاعات العرض من 9 صباحا لغاية 6 بالليل، وآخر ميعاد لشراء التذاكر لغاية الساعة 5 بالليل. بس خلي بالك إن يوم السبت والأربع ليهم مواعيد مختلفة عن باقي الأيام. بالنسبة لمجمع المتحف من 8:30 صباحا لغاية 10 بالليل، وقاعات العرض من 9 صباحا لغاية 9 بالليل، وآخر ميعاد لشراء التذاكر لغاية 8 بالليل. والحجز بيكون عن طريق الويب سايت الرسمي للمتحف المصري الكبير، واللي هسيبهولك في وصف الفيديو. وخلي بالك ده المكان الوحيد الرسمي لحجز التذاكر، وفي بعض الفئات ليهم دخول مجاني للمتحف بدون اي رسوم باستثناء يوم الجمعه والاجازات الرسميه. الفئات دي تشمل طلبه الجامعات الحكوميه في كليه الاثار، اعضاء هيئه التدريس المصريين والهيئه المعاونه بالجامعات الحكوميه في كليه الاثار، الاطفال تحت ال6 سنين، الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصه، المرشدين السياحيين المصريين سواء لوحدهم أو مرافقين لمجموعات، أعضاء المجلس الدولي للمتاحف، أسر الشهداء المصريين، المحاربون القدامى، موظفين وزارة السياحة والآثار، الصحفيين المعتمدين من وزارة السياحة والآثار، طلبة المدارس الحكومية ابتدائي وإعدادي بعد تقديم خطاب رسمي من المدرسة قبل ميعاد الزيارة بشهر على الأقل، الأيتام، وهنا بيتقدم خطاب رسمي من جمعية أو مؤسسة رعاية الأيتام قبل ميعاد الزيارة بشهر على الأقل. وفي ملحوظة مهمة، لو مثلا واحدة مش مصرية ومتجوزة مصري أو العكس، فليهم حق إنهم يشتروا تذاكر دخول بالأسعار المصرية مش بأسعار الأجانب، بشرط وجود إثبات زي شهادة الزواج. بالنسبة لحجز التذاكر متقسمة لحاجتين، أول حاجة تذكرة دخول قاعات العرض اللي هي التذكرة العامة لدخول المتحف، وتاني حاجة تذكرة دخول متحف الطفل. والحجز بشكل عام بيكون حاجتين، يا إما بتحجز تذكرة جولة إرشادية يعني بيكون معاك حد بيشرح لك كل حاجة، أو إنك بتحجز تذكرة دخول عادية أنت بتدخل مع نفسك مش بيبقى معاك مرشد سياحي. هنبتدي الأول بحجز تذكرة المتحف كشخص لوحدك بدون مرشد سياحي. أول لما تدخل على اللينك هيقولك اختار اليوم المناسب ليك
وزي ما انت شايف اول يوم متاح زي ما قلنا هو 4 نوفمبر. هتختار اليوم وتضغط على التالي. هنا هيسألك انت مصري ولا عربي او اجنبي، ولا عربي او اجنبي مقيم في مصر. لو اخترت مصري هتلاقي الاسعار زي ما ظهر على الشاشة. الشخص البالغ سعر التذكرة 200 جنيه، لو طفل سعر التذكرة 100 جنيه، وهنا الطفل بيكون من سن 6 سنين لغاية 12 سنة. لو طالب سعر التذكرة 100 جنيه، لو شخص كبير في السن فوق ال60 هيبقى السعر 100 جنيه. أما بالنسبة لو شخص عربي أو أجنبي جاي مصر كسياحة، الشخص البالغ هيبقى سعر التذكرة 1450 جنيه، لو طفل السعر 730 جنيه، ولو طالب السعر 730 جنيه. وبالنسبة لو شخص عربي أو أجنبي ولكن مقيم في مصر يعني معاه إقامة مصرية، الشخص البالغ هيبقى السعر 730 جنيه، الطفل 370 جنيه، الطالب 370 جنيه. نختار مثلا اني مصري فئة البالغين ونضغط على علامة الزائد دي لو انت فرد، ولو اكتر من فرد هتزود وتضغط على التالي. هنا بيقولك لو عايز تعمل اضافة للتذكرة بتاعتك برسوم اضافية، حاجة اسمها رحلة البحث في المتحف المصري الكبير، بتبقى بحث عن ادلة وحل الغاز وحاجات من دي، واللي بيفوز بياخد هدية تذكارية مجانية من المتجر الرسمي للمتحف المصري الكبير. ولو عايز تزودها فهي سعرها 125 جنيه، مدة اللعبة 60 دقيقة ومناسبة لكل الاعمار. لو مش عايزها تعمل تخطي وتابع. هنا هنكتب البيانات المطلوبة زي الاسم والايميل والجنسية ورقم الموبايل، وبعدها اضغط على التالي. هنا بيقولك ان في رقم سري اتبعت لك على الايميل مكون من 4 ارقام، هتكتبه هنا. واخر حاجة بيقولك ملخص الطلب بتاعك، هتضغط على اقبل بالشروط وبعدها ادفع الان. هيحولك على صفحة الدفع، والدفع متاح فقط بالبطاقات البنكية، وبعد ما تدفع هيتبعت لك التذكرة الالكترونية لدخول المتحف. طب لو عايز تحجز جولة إرشادية، هتضغط على احجز تذكرة جولة إرشادية، وهتختار اليوم اللي انت عايزه، وبعدين هيسألك عايز الجولة الإرشادية بالعربي ولا بالإنجليش. هنختار مثلا العربي، وهيقولك بعدها اختار توقيت الزيارة، وبعدها اضغط على التالي. هنا زي ما شرحنا قبل كده ولكن برسوم اعلى عشان دي هيبقى معاك مرشد سياحي. الاسعار موجودة على الشاشة، ممكن توقف الفيديو وتاخد سكرين شوت، وباقي الخطوات زي ما شرحناها قبل كده. يبقى كده اتكلمنا عن تذكرة دخول المتحف سواء بمرشد سياحي او من غير مرشد. ودلوقتي هنتكلم عن متحف الطفل. مواعيد العمل من الحد للخميس من الساعة 1 الظهر لغاية الساعة 5 بالليل، والجمعة والسبت من 10 صباحا لغاية 5 بالليل، وآخر ميعاد لشراء تذاكر الساعة 4 العصر. الجولة في متحف الطفل مدتها 45 دقيقة، ومتاحة للأطفال من سن 6 سنين لغاية 12 سنة. عندك برضو اختيارين للحجز، يا إما الطفل بيدخل من غير مرشد سياحي أو بيدخل لوحده، وطرق الحجز ليهم نفس الشرح اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. لكن هنا هوريك بس الأسعار بالنسبة لدخول الطفل بدون مرشد سياحي. لو مصري السعر 150 جنيه، لو عربي أو أجنبي جاي مصر سياحة ب 750 جنيه، ولو عربي أو أجنبي ولكن معاه إقامة مصرية ب 375 جنيه. أما بالنسبة لتذكرة الدخول مع مرشد سياحي، لو مصري السعر 200 جنيه، لو عربي أو أجنبي جاي مصر سياحة ب 1000 جنيه، ولو عربي أو أجنبي ولكن معاه إقامة مصرية ب 500 جنيه. آخر حاجة دي بعض المعلومات المهمة اللي خلي بالك منها وأنت داخل المتحف. يكون معاك البطاقة الشخصية بتاعتك، والجولات الإرشادية بتكون باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. ولكن لو ليك صديق أجنبي وعايز جولة إرشادية بلغة مختلفة، فهتتواصل مع الإدارة عن طريق الإيميل اللي سايبهولك على الشاشة، وهسيبهولك في وصف الفيديو. وبالنسبة لحجز الشركات ووكلاء السفر، هتتواصل على نفس الإيميل اللي أنا كتبتهولك. أما بالنسبة لحجز الزيارات المدرسية، هتتواصل عن طريق الإيميل ده. وجوه المتحف في باركنج ممكن تركن فيه العربية بتاعتك ولكن برسوم، وخلي بالك مش مسموح انك تدخل بأي أكل أو أي مشروبات لأنه ممنوع. وبالنسبة للتصوير سواء كاميرا أو بالموبايل، فالتصوير مسموح بيه عادي مفيش مشكلة، ولكن بشرط انك ما تستخدمش الفلاش، ويكون فيه مراعاة لخصوصية الناس اللي حواليك. وكمان خلي بالك استخدام عصاية السيلفي في التصوير أو الدرونز ممنوعة تماما. واخر حاجة التذكرة اللي هتحجزها غير مستردة، يعني لو اشتريت تذكرة وحصل لك ظرف انك مش هتقدر تروح، فمش هينفع انك ترجع التذكرة او حتى تغير ميعاد التذكرة. وبس كده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك للقناة، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ولو عندك اي اسئلة اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. ولو محتاج استشارة مدفوعة عن السفر والهجرة، تقدر تحجز من خلال اللينك اللي هسيبهولك في وصف الفيديو. شكرا ليكم، سلام عليكم.